ب39,000 جنيه. هي ايه اللي ب39,000 جنيه؟ علبة كحك؟ اقولها والنبي. يلهوي. العلبة دي أغلى علبة كحك السنة دي في مصر، ب39,000 جنيه. ما خلاص يا كابتن، انت هتذلنا يا كابتن. انت بتتكلم على كأنها درجة حرارة او مقاس جزمة. ورينا، دورها بقى واطلع بيها ورينا مش عارف 39,000 جنيه ليه؟ العلبة بتتفتح ب NFC كارد. العلبة بتتفتح بكارت؟ عشان كده ب39,000. طب ولو الشحن بتاع الكارت خلص هنعمل ايه؟ وكمان تقدر تفتحها بالبصمة. بصمة؟ والله كبرتوا الموضوع، بس ده حلو عشان العيال ما ياكلوش الكحك من ورانا. الكارد ده أول ما بتقربه من الموبايل بيفتح لك ويب سايت اكسبشن. اكشبسن؟ ويب سايت؟ عشان اعيد؟ الموضوع صعب قوي ليه كده؟ وكمان تقدر تعمل سكان للكيو ار كود علشان تنزل الابليكيشن اللي يخليك تتحكم في العلبة. ابلكيشن عشان اتحكم في العلبة؟ هي ممكن ما تسمعش كلامي؟ ده انا هدفع 39,000. دي جاي معاها شاحن يا كابتن. العلبة فيها أكبر تشكيلة من الكحك والمعمول والغريبة والبيتي فور. لا يا اخي ازاي؟ ازاي هلاقي جوه كحك وغريبه وبيتي فور؟ بيتي فور ايه؟ انا بقول لك هدفع ب 39,000 جنيه تحط لي جوه جواري. انا عايز جواري افتح الاقي الاستاذ الكابتن مدحت شلبي جوه. والكوكيز اللي معمولين يدوي بأحسن الخامات. يدوي؟ يعني معنى كده ان بقيه الكحك اللي موجود في السوق كله معمول رجلي؟ لا اشتريت انا، لا انا اقتنعت. قولوا لي بقى، تفتكروا بعد اللي شفتوه ده هتشتروا العلبة دي السنة دي؟ لا نشتريها وماله، ايه المشكله؟ بس انا جات لي فكره، انا ممكن بقى استنى واحده تعمل حادثه اشتريها من عند ابو زمار. لا جميله بالهنا والشيف. كل سنه طيبين. يا الشاي بلبن بقى زمانه، ده زمان الشاي بلبن وصل 15,000 جنيه. سلام عليكم.